3 حاجات تعملهم لو عايز تستفاد من الازمات اللي بتحصل في البورصه. وعلى فكره الازمات جرت العاده انها بتكون من الاوقات الجيده جدا للبورصه لو انت فاهم بتعمل ايه. إن في وقت الازمه الاسهم بتكون بتتباع بديسكاونت، الاسهم بتكون اقل من قيمها في احيان كتيره، وساعتها احيانا بيكون في فرص جيده جدا ان الشخص يخش ويفهم هو بيعمل ايه وينقي الحاجه بشكل مظبوط. طيب قبل ما ابدا بس عايز افكرك ان في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه جوه معلومات تعليميه عن البورصه والفضه والذهب والبورصه المصريه والبورصه الامريكيه وحاجات تانية كتير. انا محمد فاروق بقالي 21 سنه في الكلام ده. طيب اول غلطه ناس كتيره جدا بتعملها في الازمات سواء المبتدئين او اللي بقاله على فكره 10 سنين لو هو لسه ما وصلش درجه معينه من الاحتراف، انه بيحاول يتايم الماركت. ودي حاجه اثبتت كل التجارب انها بتفشل، بمعنى ان هو بيحاول يخرج قبل الدنيا ويحاول يخش قبل الدنيا ومش عارف يعمل ايه. المشكله في القصه دي كلها ان الابحاث بمنتهى البساطه لقت او الدراسات لقت انه بيكون مثلا في يومين فيهم طلعات عنيفه جدا، مثلا في يومين مثلا في وسط الشهر كله، اليومين دول هم اللي فعلا بيعملوا فرق كبير جدا في المحفظه بتاعه الشخص اللي اصلا احتفظ، اللي هو ما حاولش يتايم الماركت. بس برضو دي حاجه بتلخبط ناس تانية. طب هل انا المفروض افضل قاعد باسهم بتنزل ومتاثره سلبا بالازمه؟ لا، المفروض الصح اللي انت تعمله احيانا في وقت الازمات هو الريبالانسنج. بمعنى في اسهم معينه بتستفاد من ازمات معينه وفي اسهم معينه بتتضرر من الازمات، واز ان الداتا بتطلع لك انت بتبدا تعرف فعلا ايه السهم اللي ممكن يتضرر جامد بسبب حاجه زي كده وايه السهم اللي ممكن يستفاد، وساعتها ده فعلا اللي ممكن تعمل فيه تايمنج، لان التغيير البسيط اللي بتعمله في محفظتك تبدل سهم مكان سهم ممكن يؤدي الى عائد مختلف تماما. ولو انت عايز الليست التعليميه تفهم ايه الاسهم اللي بتتاثر مثلا سلبا باسعار النفط، ايه الاسهم اللي بتتاثر ايجابا باسعار النفط، ايه العوامل المؤثره على سعر الذهب، ايه العوامل المؤثره على سعر الفضه، هتلاقي كتير من الليست التعليميه دي موجوده في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، وليست للاسهم القويه ماليا، يعني هتلاقي لسه تعليميه كتيره جدا ما بحطهاش هنا. نقطه رقم 3، اكتر واحد بيخسر في الازمات واكتر واحد بيخسر بره الازمات واكتر واحد بيخسر عامه هو المتداول قصير الاجل. وخلينا نفرق ما بين نوعين من التداول قصير الاجل. في التداول قصير الاجل بتاع ان انا هخش وابيع السهم بعد نص ساعه او 5 دقائق وبعد ساعه، بس الخلاصه ان انا واخد السهم برفع عمليه مرتفعه وغصب عني لازم اخرج منه في اقرب وقت ممكن، ومضطر ان انا اتحمل هذا الضغط، وشاري كمان اسهم خسرانه، شركات بتخسر. انا بكلمك على الشركه نفسها، شركه خسرانه والشركه عندها مشاكل، فانت بالتالي داخل فمضطر تحط وقف خساره لان انت شاري حاجه خربانه اصلا، فما ينفعش انك تقعد فيها فعليا، فلازم تحمي الاستراتيجيه الغلط باستراتيجيه غلط برضو بتاعت وقف الخساره. وما بين الشخص الثاني اللي هو متداول برضو قصير الاجل، لكن هو ممكن يشتري شركه عنده النيه او عنده القدره، بلاش نقول النيه، عنده القدره ان هو يحتفظ بيها 6 شهور لو اضطر، لكن هو شاريها علشان يبيعها النهارده. طب التريده باظت معاه يعمل هيستنى بكره، ما جاتش بكره هيستنى بعده، ما جاتش بعده هيستنى بعده. ليه القصه؟ لانه شاري سهم قوي ماليا، لانه عارف ان السهم بالسعر ده رخيص، لانه عارف ان السهم ده فعليا اللي اشترى في النقطه دي المفروض ان هو يطلع كسبان. جت معاه بالصدفه في وقت قليل حلو عمل تريده مظبوطه، ما جاتش معاه بالصدفه هو منتظر لانه اصلا شاري سهم محترم ولا عامل وقف خساره ولا عليه حاجه ضغط عليه ولا عليه ان هو مثلا شاري برفع عمليه ومضطر ان هو يتحمل الكلام ده. ونصيحه لو انت يعني واخد البورصه بجديه، حاول ان انت تتعلم من حد سبقك، مش لازم يكون انا، بص على اي حد بقاله سنين طويله في المجال ده، حد تحس ان هو فاهم واسمع كلامه. وممكن يكون اكتر من حد، ممكن تسمع ل 10 اشخاص عادي جدا طالما ال 10 اشخاص فاهمين وعندهم خبره، لان انت عشان تتعلم حاجه عمرك ما هتتعلمها بسرعه مع نفسك، انت هتضطر تجرب وهتخبط. وللاسف الاستراتيجيه الخطا مش بتبان في ساعتها، انت ممكن اي استراتيجيه خطا في الدنيا تكسب فيها بالاول بالصدفه، ممكن تقعد 6 شهور شغال غلط وبتكسب على فكره، وفجاه هوب بتاخد لك خبطتين مع السلامه، تكتشف ان انت اصلا كنت بتجرب حظك. انا بجرب يا اما هكسب اقعد فتره اكسب يا اما اخد لي خبطه تضيع كل اللي انا عملته. طب بتعمل ايه؟ للاسف الحاجات دي الشخص بيكتشفها متاخر جدا. دور على حد سبقك واكتشف الكلام ده، جاي لك من الاخر وبيقول لك خلي بالك ده اللي بينفع ده اللي ما بينفعش، وحد انت تستريح له، مش لازم يكون حد معين، علشان توفر على نفسك الطريقه المؤلمه للتعليم اللي اغلبنا اتعلم بيها، انا شخصيا اتعلمت بيها. ويا ريت انا كان عندي حد يقول لي خلي بالك اعمل كده ما تعملش كده، ينور لي الدنيا، ما كانش زماني اتبهدلت كتير في الاول وانا بتعلم.